اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. اجمل واطعم واسهل طريقه كشري بالطريقه دي، سهل وبسيط جدا، وكمان مش هيكلفك مواعين كتير، بل بالعكس طريقه سريعه جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه كده معانا، حطيت العدس في ميه على البوتاجاز علشان يغلي غلوتين اتنين فقط لا غير، وهصفيه. ومعايا الحله التانية هحط فيها زيت علشان احمر فيها البصل بتاع الكشري بتاعنا. هنحط الزيت كده يسخن الاول، طبعا الحله متولع عليها، ومعايا كميه البصل المناسبه ليا على حسب كميه الكشري اللي انت بتعمليها. هحط عليها بس عليها على البصل معلقه دقيق بعد ما قطعته جوانح او جوليان زي ما تحبي تعمليه، او ممكن تعمليه اقل من كده، يعني تقطعيه اصغر من كده على حسب انت حابه تقطعيه ازاي. واقلبه كويس كده في معلقه الدقيق دي، معلقه واحده بس، او ممكن تستبدليها بمعلقه نشا. هاقلبه كويس كده، وطبعًا الزيت بتاعي هيكون سخن، وافككه كويس من بعضه علشان يتحمر معايا كله زي بعضه، ما يكونش فيه واحدة طرية وواحدة تكون متحمرة جامد. أول ما بيسخن معايا الزيت كده، بانزل بقى بنص كمية البصل واحمره كويس لحد ما ياخد معايا اللون الجولد بتاعنا اللي احنا دايمًا بنحبه في البصل اللي بنشتريه من برّه. مع الكشري، بل بالعكس انت هتعملي الكشري بكل بحذافيره يعني في البيت، مكوناتك كلها موجودة في بيتك. طلعت اول شوية من البصل، وحطيت شوية الباقيين يتحمروا، وهما بيتحمروا كده كان العدس بتاعي اخد الغلوتين بتوعه، صفيته وسبته يتصفى كده براحته، وجبت في نفس الكسرولة اللي كان سلقت فيها العدس. آه، حطيت فيها بصلاية صغيرة مفرومة ناعم. طلعت بقى كمية البصل التانية، وهسيب بقى البصلاية الصغيرة ديت على جنب. وتعالوا بينا في الحلة ديت هنعمل بقى الرز بالشعرية بتاعتنا. طبعًا مكان البصل نزلت بالشعرية على طول. ممكن تزودي لو الزيت قَل، ممكن تزودي حتة زبدة أو شوية أو حتة سمنة بلدي. أول ما بتتحمر معايا الشعرية كده، بانزل بكمية الرز بتاعتي المناسبة ليها. وطبعًا لو مش عايزة زيت، ممكن مش عايزة زبدة أو سمنة، ممكن تحطي تكملي شوية زيت. نزلت كمان بالعدس اللي سلقناه، اديناه غلوتين وصفيناه فيه على طول. طبعًا بقى نحط الملح بتاعنا، ونحط بقى المَيّة بتاعتنا، ونسيبه يغلي على نار هادية، على نار عالية أول 5 دقايق كده، لحد ما تبتدي المَيّة بتاعتي تنشف. واروح جاية مهدية النار على الآخر خالص لحد ما يستوي على مهله خالص. هيبقى معايا مفلفل وطعمه جميل. هنسيبه بقى يغلي كده، ونرجع تاني للبصلة بتاعتنا اللي كنا حطيناها على البوتاجاز، وحطينا فيها شوية زيت. هنحط فيها التوابل، فلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبرة وشوية من البهارات المشكلة، وكمان الملح، كله كده مع بعضه. احنا هنا بنعمل الصلصة بتاعة الكشري بتاعتنا، ونديله تقليبة بقى. ومعانا طماطم متسبكة، ممكن طماطم فريش، ممكن طماطم ممكن صلصة. بس انا الطماطم بتاعتي انا مسبكاها سريع سريع كده، اديها بقى غلوتين، وبقى كده معايا هي خلصت. نركنها بقى على جنب، ونجيب الطاسة بتاعتنا علشان نعمل بقى الشطة. وعايزين بقى الشطة هنا تكون حراقة جدا جدا جدا. انا حطيت شوية من الشطة المطحونة اللي بنشتريها من عند العطار، وحطيت عليها معلقة كده من هريسة الشطة في معلقة من الزيت، واديتهم تقليبة كده. اول ما بتبتدي يغلي معايا، بنزل عليها معلقتين من معلقة الصلصة اللي احنا عملناها للكشري. وطبعا كده الشطة بتاعتنا خلصت. تعالوا بقى للحلة اللي احنا حطينا فيها مية للمكرونة، نحط فيها شوية من الزيت وشوية من الملح، طبعا رشات بسيطة كده عشان المكرونة بتاعتنا. معنا بقى اي نوع مكرونة انت حابة تستخدميه، بس اهم حاجة عندنا الاسباجيتي. وطبعا نوع مكرونة تاني ممكن تزودي اي انواع تانية، بس على حسب انت حابة تستخدمي هديهم بقى غلوتين لحد ما يستووا معايا، وهصفيهم من المية بتاعتي بعد ما استوى معايا كويس كده. هرجع تاني بعد ما صفيتهم، وانزل عليهم بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، واديهم تقليبة، وكمان شوية من الزيت علشان يفضلوا مفلفلين معايا. واروح جايه مغطية عليهم وسايباهم ركناهم على جنب. نرجع بقى للدقة بتاعتنا، نعمل بقى دقة كويسة كده. هو الكشري لازم نعمل فيه كل حاجتنا. هنعصر ليمون مع كام فص من الثوم، وشوية من الخل، وشوية ورشة من الملح، ورشة من الكمون. وكده يبقى الدقة بتاعتنا جميلة وجاهزة. نحط بقى شوية من المية كده نكترهم بيها، وكده الدقة بتاعتنا كده تمام زي الفل. انا بقى كان عندي كيس حمص حطاه في الفريزر، كنت سلقاه قبل كده وحطيته في الفريزر. اول ما فتحت الفريزر لقيته في وشه، قلت بس تعالى لي
انت اللي ايه ليك لازمتك النهارده. نغرف بقى الكشري بتاعنا. حطيت كده الرز على الجناب، شايفينه مفلفل وجميل ازاي، تحفة، طعمه خطير وريحته جبارة. ونحط بقى، بصي بأي طريقة انت حابة تغرفي بيها. ونحط بقى الصلصة على الوش، وطبعا بقى الدقة والبصل موجودين، وكده يبقى الايه الكشري بتاعنا جاهز ويستاهل بقك. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. تعالوا بقى نمتع نظرنا كده بالكشري بتاعنا الجبار ده. طعم وريحه فظيع. اسهل طريقه للكشري، طعم وريحه يجنن. جربوه بالطريقه ديت وقولوا رايكم ايه في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي.